السلام عليكم وأهلا بكم. في يوم من الأيام طفل سوري من منطقة الجولان بدأ يحكي لأهله حياته اللي فاتت وعن مكانه الأصلي وطريقة دفنه وإزاي مات، وإنه كان له حياة سابقة قبل الحياة اللي عايشها معاه واللي حاسس فيها بعدم الراحة التامة. من كتر إلحاح الطفل وعدم ارتياحه للعيشة مع أسرته، العيلة كلها قررت إن هي تصدقه ويروحوا على المكان اللي كان بيقول إنه اتدفن فيه. وبالفعل فحروا في المكان اللي كان بيتطابق مع حديقة فيلا مهجورة ولقوا جثة لشخص مجهول. ولما سألوا سكان المنطقة قالوا إن الجثة دي بنفس المواصفات لولد كان مختفي عن أهله وفقدوا الأمل إنهم يلاقوه. الصدمة هنا كانت كبيرة جدا، خصوصا إن الأهل لقوا تطابق بنسبة 100% لقصة الطفل اللي مات في الفيلا المهجورة مع اللي كان بيحكيه ابنهم. وده فتح الباب لجدل كبير وواسع لقصة مثيرة للجدل اسمها تناسخ الأرواح، واللي ما بيقبلهاش العقل ولا المنطق ولا حتى الأديان. قصة الطفل السوري ما كانتش الأولى ولا الأخيرة، ولكنها فتحت الباب تاني قدام الجدل حوالين الموضوع الشائك. جايين النهاردة في حياة زمان ندردش معاكم في القصة المعذورة اللي ما بيدخلهاش حد كتير، وقررنا نفتح الملف والباب قدام الموضوع بالكامل بكل وضوح وصراحة. معاكم أخوكم محمد فرج، وانتوا دلوقتي مشرفينا في حياة زمان. أهلا بيكم مرة تانية. من أكتر القصص المشهورة عن التناسخ قصة توأم بولوك، واسمهم جوانا وجاكلين، بيعيشوا في انجلترا، وفي سنة 1957 اتوفوا في حادث سيارة. بعد سنتين أنجبت الأم توأم متطابقان، جيلان وجنيفر. والغريب إن الأب والأم شافوا أوجه التشابه الغريب بين الطفلين الجدد واخواتهم اللي ماتوا. جينيفر كان عندها علامة متطابقة على ايديها وندبة على وشها زي جاكلين بالظبط. بعد سنتين التوأمان بدأوا يطلبوا نفس الألعاب اللي اخواتهم كانوا بيلعبوا بيها، وكانوا فاكرين كل تفاصيل الألعاب بشكل جنوني. ورغم انتقال الأب والأم للعيش في مكان جديد، إلا إن الأختين كانوا فاكرين تفاصيل عاشها إخواتهم بالملي، وبيطلبوا يروحوا بيتهم القديم لأنهم مش مرتاحين في المكان الجديد. كمان كان عندهم فكرة الخوف من السيارات زي اللي ماتوا بالظبط. القصة التانية قصة شانتي ديفي، واحدة من أغرب قصص تناسخ الأرواح في الهند. بطلة القصة المرة دي فتاة صغيرة اتولدت في دلهي بالهند سنة 1926. القصة بدأت لما البنت وهي عندها 4 سنين تسرد لأسرتها روايات دقيقة عن حياتها السابقة اللي كان فيها اسمها لوجي، وعندها زوج و3 أطفال، وإن هي توفت لما كانت بتولد الطفل الثالث سنة 1925. وكمان قالت لوالديها العنوان الدقيق للمنزل القديم بالتفصيل. وبالفعل راحوا لقوا كل التفاصيل اللي حكت عنها البنت، الكل بيحكيها في نفس العنوان اللي قالت عليه. القصة الرابعة والأشهر على الإطلاق دورسي لويس إيدي، طفلة بريطانية اتولدت في يناير 1904، وبعد 3 سنين اتعرضت لحادث رهيب. نازلة على السلم اتكعبلت وقعت على دماغها وتوقفت عن الحركة. الكل قال دي انتهت حياتها على كده، ولكن القدر كان مخبي ليها حياة تانية أغرب، وده بعد ما فتحت عينيها بعد ساعة من الحادث. الكل قال وقعة وعدت ومفيش أي تأثير ليها على الدماغ الحمد لله، خصوصا بعد ما أجروا الفحوصات الطبية وطلعت زي الفل. هوب فجأة دبل كيك، الحياة شقلبت يا سعادة البي رأسا على عقب. دورسي بقت تشوف أحلام غريبة جدا عن مدن ومباني عمرها ما شافتها قبل كده. الموضوع اتطور وبقت تشوف في أحلامها أشخاص من عالم تاني مش معروفين إطلاقا.
أشخاص يبدو إنهم ملوك أو أمراء، وبيتضح عليهم العيش الرغد داخل القصور. إمتى بدأت الصدمة الأولى في حياة دورسي وعائلتها كلها؟ عدت السنين ودورسي على الحالة دي لغاية ما وصلت لسن الخامسة، وكانت الصدمة الكبرى في حياتها لما اصطحبها والدها داخل قسم المصريات في المتحف البريطاني. لقت الجداريات والتماثيل وكل الملوك اللي كانت بتشوفهم في الأحلام فجأة قدامها في الحقيقة، وفجأة قالت للكل أنا مش همشي من هنا، وأخدت وضع القرفصاء قدام موميا فرعونية. الكل قال إنها اتجننت، لكن ما خفي كان أعظم. وصلت دورسي لسن 8 سنين، وفي جورنان ما شافت معبد سيتي الأول في أبيدوس، وقالت إزاي المكان الجميل ده بقى بالشكل الغريب ده. أنا عارفة المكان ده لما كان مليان حدائق وصوت الغنى بيصدح في كل مكان. وفي اللحظة دي قالت لوالدها إنها عاشت في المكان ده بالفعل، وإن هي اتولدت هنا. عشقت الدراسات الفرعونية وفضلت في دم البنت لغاية ما وصلت للدراسات العليا في علم المصريات، وتعلمت الهيروغليفية وحكايات وقصص المصريين القدماء بالكامل، لغاية ما قالت للكل إنها عايزة تروح للوطن الأول ليها وهو مصر. إزاي تحولت أحلام دورسي إلى حقيقة في الدنيا؟ دورسي اتعرفت على شاب مصري في سنة 33 واتجوزته بالفعل، والاختلاف الرتم بين الزوجين لأنه كان معاصر وحداثي وهي كانت بتحب القديم ومؤمنة بالقديم تم الطلاق سريعا. ولكن بعد إنجاب طفل أصرت على تسميته سيتي تيمنا باسم الفرعون سيتي الأول، اللي قالت فيما بعد إنها كانت بتشتغل كاهنة في معبده المكرس للإله أوزوريس في أبيدوس. المهم أطلقت على نفسها سيتي، واشتغلت مساعدة لمنقبين الآثار بكونها أول امرأة تعمل في مجال التنقيب. وفي اللحظة الأولى لدخولها معبد أبيدوس خلعت نعليها وقالت إن دي العادة اللي كانت بتعملها لما كانت موجودة هنا في حياتها الأولى قبل ما ترجع تتولد في بريطانيا. الغريب إن سيتي فضلت تشرح أثناء تجولها في المعبد كل اللي شافته قبل آلاف السنين، وكمان شرحت للكل قبل ما تدخل الغرف أشكالها وأماكنها والكتابات الهيروغليفية والدهاليز كمان، وأنشدت الأناشيد بنفس أصوات الكهنة اللي عصرتهم في حياتها الأولى، واللي قالت إن فيها كان اسمها بنتريشت، وكانت وظيفتها الأساسية مشاركة الكاهنات إحياء الطقوس الجنائزية. دورسي تذهل العلماء باكتشاف جديد منه. في مكان ما داخل المعبد أصرت دورسي إن المكان اللي هي واقفة عليه عبارة عن حديقة فيها أنواع معينة ونادرة من الأشجار والورود اللي كانت مزروعة بإيديها في حياتها السابقة، مش مكان فيه بلاط زي دلوقتي. وبالفعل بعد التنقيب لعشرات الأيام فريق الآثار ذهل لما اكتشف أن الحديقة فعلا فيها أنواع أشجار وأماكن زراعية، وده بعد ما دلتهم عن مكانها في نفق بعيد شمال المعبد، واللي اتدفن لآلاف السنين من غير ما يعرف عنه حد. اتكلمت كمان عن قناة أسفل المعبد، والتنقيبات برضو أثبتت صحة كلامها. المعلومة الأهم اللي قالتها سيتي ولكنهم ما قدروش يوصلوا لها إن في سراديب تحت المعبد فيها كتب تاريخية قديمة مليانة معلومات هتغير وجه التاريخ في العالم كله، لكن المنقبين ما عرفوش يوصلوا ليها لغاية دلوقتي. القصة المأساوية الحزينة اللي كانت بتحكيها سيتي بالدموع، قالت إن مؤسس المعبد الفرعوني الشاب سيتي الأول شاهدها في أحد الأيام في حديقة المعبد فأعجب بها ووقع في حبها، وانتهت علاقة الغرام دي بحملها منه. عشان كده انتحرت بالسم من كتر حبها فيه، خوفا من إنها تلطخ سمعة الفرعون الشاب بإقامة علاقة محرمة مع كاهنات المعبد.
أم سيتي فضلت تشتغل مع المناقب، وكمان كانت بتشتغل مرشدة سياحية في أواخر أيامها. والغريب إن الكل كان بيحبها جدا وبيحترمها وبيثق في قصتها. أصرت دورسي إنها تدفن في نفس المكان اللي قالت إنها اتدفنت فيه بعد ما انتحرت بالسن. وبالفعل وفتها المنية في 1981 عن عمر يناهز 77 سنة. قضت أغلبها في مصر واتدفنت في نفس المكان القديم اللي روحها اتعلقت فيه بشكل جنوني في أم الدنيا. ايه تعليق علم النفس على اللي حصل مع دورسي بصفتها أغرب وأشهر قصة لتناسخ الأرواح من ناحية ومع الناس التانيين من ناحية تانية؟ عالم النفس مايكل جروبر قال إن الظواهر دي متجذرة في الرهاب من الموت، وإنها بيحصل فيها تطابق مع الحياة الآخرة، وإن سقوط دورسي من السلالم لما كانت طفلة أنتج تلف البقعة الزرقاء في المخ، بل إنه أدى إلى خلعها بالكامل وخلى عندها هوس. أدى كل ده برضه في النهاية إن هي تعيش ما يسمى بحياة مهنية بتسمى حقائق متقررة. ورغم إن الكلام علمي ومعقد وعايز متخصصين عشان يحلوا الشفرات، لكن خلينا نقول إن اللي عايز يؤمن بتناسخ الأرواح هيؤمن بيه، واللي مش مصدق القصص دي برضه هو على حق، لأن مفيش دليل علمي أو ديني بيقول إن في روح ممكن لما تخرج تروح لمكان تاني أو لشخص آخر. خلي بالك القصص منتشرة كتيرة جدا في الصدد ده، وفي آراء بتقول إن جن الشخص الأول ممكن يكون حصل بينه وبين قرين الشخص الجديد مس أو لبس أو تطابق، وبالتالي بيقول للشخص ويخليه ينقل كل اللي حصل ويوهمه إن دي مش حياته الطبيعية، وإن حياته الأولى هي الأفضل والأنسب بالنسبة له. وفي النهاية الله وحده أعلى وأعلى. يا ترى رأيك إيه في الموضوع الغريب ده؟ وهل اتعرضت لقصص زي دي قبل كده؟ ما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش في الدعم بلايك وشير، وبألقي نظرة في المصادر بصندوق الوصف لو حابب. فريق عمل حياة زمان يتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك حياة زمان، ولو بتشوفنا على اليوتيوب ما تنساش السبسكرايب. السلام عليكم ونشوفكم دايما على ألف